والله يا اسطى، يعني بما ان الاهلي خسر قدام بيراميدز، بالرغم الزمالك حاول يديله فرصه وقدام انبي وتعادل، تعادل سلبي. بس الحاجه اللي اكتشفتها اللي كانت لعيبه انبي كانت رجاله ارجل من لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه اللي خلاص ما بقتش شايفه اي حد، خلاص مفيش امل، مفيش اي دم. كل لاعب الثلاثه منه بنتايه، شويه عرر، شويه لعيبه اوباش عاله. الاداره العاله اللي ملهاش اي لازمه بقرارات الزباله اللي كانت طالعه، قرارات زباله، قرارات يعني فاهم فيها فلوس حرام او مفيش بركه. يعني بما ان الجون اللي بتاع الاوفسايد، بص كان الفرق عامل ازاي. ما ينفعش الناس دي تنبسط ويبقى عامل حاله تألق من لعيبه بيراميدز واللعيبه تاخد كده على الجاهز، ما تستحقوش اي حاجه. والاداره اللي احنا نقدر نعاتب عليها، بس بعيدا عن المفروض في رجاله. وبالرغم في نقطه كان عايز اقول عليها في قهوه فايق، كان واحد بيقول لك اخترتوا احسن لعيبه بس مش في احسن مجموعه. لا، دي معلومه. اختاروا، المفروض اللي هم اختاروا احسن لعيبه بس كانوا مش رجاله، مشكوك في امرهم. لعيبه مش رجاله. اصل هو بيقول لك اللعيبه ما جريتش بتاع اللعيبه يا معلم، عارف انت احساس اللي هو انت بتلعب حجز، المفروض تتفق على الفرقه اللي انت تلعب بيها، بس هم غاصبينك بلعيبه ما بتعرفش تلعب. في لاعب كده واحد اسمه امام عاشور نازل من الملعب ما بيسلمش على طاهر، باصص كده مع الحكم وبيلف بايديه، تحس اللي هو ليونيل نازل، فاهمني؟ بيمشي رجليه، مش قادر يجري، مش قادر يعمل، مفيش ضغط. يعني انت بتشوف النهارده، يعني احنا ما ينفعش نوصل كده يا جماعه. ما نقعدش بقى خلاص حوار النادي الاهلي وانت بتلعب في النادي الاهلي. مفيش يا جماعه، احنا كسرنا القواعد دي وخلاص. احنا خلاص، احنا ناس نجوم مجتمع. ما ينفعش اللي احنا نفكر في نقطه زي دي. انت عبيط يالا، انت مالكش الحق اصلا تيجي تقول لي او تنتقدني. انا لعيب كوره، ده انا صلاح محسن زي حواره كده. تيجي تتكلم ونقول مبادئ. طب فين مبادئ الاهلي يا برنس؟ لكن احنا نتكلم، دول منتقدين. انت مضطر اللي انت لازم تبقى برنس قدامهم لما انت تقول اللعيبه دي جامده. طب ننتقدهم؟ لا. يعني فين ايام زمان؟ والله انا كان نفسي بقى اعيش تجربه اللعيبه زمان اللي كانوا بيأثروا كده، وتحس اللي يعني انت ما بتبقاش فاقد الامل في الدوري زي 2011 و2019. تشوف كده اللي هو طب ما نجيب رمضان صبحي يا جدعان على الاقل. يعني هو افكر في الفلوس بس هيبقى عنده دم لو لعب في النادي الاهلي او بتاع. انت متخيل يا راجل يا كريم، انت مش راضي تمشي المدرب عشان ما تثبتش فشلك في الفلوس اللي انت حاططها في العقد بتاعه عشان الشرط الجزائي، وانت ممكن السنه الجايه ما تلعب كونفدراليه، وممكن كمان ما تلعبش اصلا كونفدراليه. انت متخيل احنا وصلنا لايه؟ الاهلي ما فيهوش فلوس ليه؟ من قله الستر. يعني رصيد الستر خلص، رصيد الستر خلص. الاجوان بتخش، بما ان اللي احنا ما بنقدرش نفسر ونقول ان لعيبه بيراميدز عملت اللي عليها. لا، ده في كوره يا راجل يا مؤمن، كوره بتاعت امام لما نزل كده وعلى الخط وبتاع، استاذ اوتاكا كان فاكرها بره وسابها، الواد رقصه وكمل باللعب. يا راجل ده كان بيتعمل عليك 1 تو 1، فاهمني؟ 1 تو 1 يعني، فاهم؟ اللي هو بلمسه ولعبه ويتحركوا. اللعيبه تعبت. انتوا يا جدعان، ده انتوا واخدين 10 دقايق وما تستحقوهاش ال10 دقايق دي عشان يبقى في امل. لا مؤاخذه تريزيجيه ايه يا معلم؟ مفيش الكلام ده، مفيش يا جدعان. احنا بحاول امثل، هتقول لي تريزيجيه بيحاول يمثل؟ ده انت لسه قايل من فتره اللي هو بيحاول يدي للنادي. اللي يدي للنادي ده يا معلم المفروض كلاميا بره يفوق اللعيبه، يشخط فيهم وبتاع، بس على ايه يا معلم؟ كله فارض سيطرته، كل واحد عايز يبقى نجم. كابتن زيزو، كابتن زيزو ازيك؟ عامل ايه؟ يا محاسن الصدف، انا لسه واخد بالي ان انت لعيب كوره بتحاول تمشي الدنيا والاساسيات بتاعتك. المفروض جاب لنا ضربه الجزاء للبيراميدز. يا والله يا اسطى انا كان نفسي يبقى 4-0، انا كان نفسي تبقى كارثه النهارده عشان يحسوا ايه ده. لا، في مشكله في النادي، في مشكله في النادي وبتاع، لازم نركز شويه يا جماعه. حاولوا تاثروا، نحس نعمل احلال وتجديد. ماتش الزمالك هتعمل معاه ايه يا نجم؟ هل دي اللعيبه اللي انت تنفع تلعب بيها؟ انا والله بس مشكله عشان انت المدرب بياكل عيش ياس تورب ده
انت حسبي الله ونعم الوكيل في اللعيبه اللي حرقه دمنا، حسبي الله ونعم الوكيل في المدرب اللي عارف اللي هو انت المفروض تمشي بس نكمل، وفي الاخر برضو بيحاول على قد ما يقدر اللي هو يطلع يعني مصلحه وبتاع، بيمشي موظف. هيا بالطول بالعرض انا قاعد على قلبكو، قاعد يسترب قانونا ما يتكررش. خلاص انت تتعلم، انت في اوسخ حقبه وفي اوسخ جيل شفته في حياتي. تشوف هاني، تشوف كوكا، تشوف ياسر ابراهيم، تشوف زيزو، تشوف محمد شريف، طاهر محمد طاهر، طاجن محمد طاجن، يا قلشه قديمه خلاص هي ادمت بصراحه. تشوف الرجاله اول ربع ساعه او اول تلت ساعه بيحاولوا يمشوا الدنيا. شفت الجون بتاع فيستون مايلي ده في موضوع، واحد صاحبي راح الاستاد وقلت له ما يروحش عشان هو كل ما بيروح وشه واحد على اساس الحجه يعني. انا فاهم عقد في النقطه دي يعني عادي يعديها. قال لي انا شفت فيستون مايلي كان راكب اوبر يعني فاهم، كان راكب اوبر مكنه وبتاع. قال لك هو ده بص ده متخانق مع اللعيبه او مش عارف ايه، متخانق مع الاداره. شفت عمل ايه النهارده؟ الله اعلم، ممكن يكون شبيه فيستون مايلي. كل الناس بقت اشباه لعيبه دلوقتي، وحرفيا الاشباه لعيبه، الاشباه بالطريقه الوحشه يعني موجوده في النادي الاهلي. انتوا يا جدعان ما عدتوش على الرجوله في الملعب. انت يا ابني انت ايه يا نجم؟ انا مش ينفعش اجي اقول لك ده النادي الاهلي والشغل ده. انت خلاص رميت، انت ما فرقش معاك النقد خالص، انت مش فارق معاك يا معلم اللي انا بتكلم. انت تحرق طالما الكاشات جايه موجوده. ويا جدعان انا بقول لكم هي الحرق اللي انت تكسر اللعيبه دي انت ما تلعبهاش اصلا. وادي شفت امام عاشور عمل ايه؟ يبقى اللعيبه كلها تغور في داهيه. اللعيبه مش رجاله يا نجم. يا استاذ محمود الخطيب يا اللي قلت انا مش عايز اكمل بس هم اللي اجبروني، فشلك واضح يا جدعان. المنصب بتاع سيد عبد الحفيظ ده ما ينفعش يبقى فيه، هو ينفع مدير كوره. مشيناه ليه؟ السجاده خلاص اتسحبت والوشوش بانت. يعني نحس كده على نفسينا ونخلي عندنا دم ونشوف اي مبرر مش مهزله للقذاره بتاعت اللعيبه اللي عملتها النهارده، والقذر الكبير للمدرب، والاكبر منه الاداره كلها يا نجم النجوم. يعمل لي بقى فيها مش عارف ايه ويصوروا لي لايف عشان ناخد حق مش عارف اتحاد كرهك ده بيكرم الحكم ابو الوفا عم كفر الشيخ، بيقول لك ابن كفر الشيخ. خلاص يا معلم انت محدش مستعنيك، ولا لعيبه ولا اتحاد ولا حكام. خلاص اصل ما فيهاش امل. يقول لك اصل انت ضيعت عليا الدوري، انت جالك كذا فرصه. هي المشكله عندك انت. احنا ما كناش بنتكلم على التحكيم ليه؟ عشان الاهلي كان بيكسب. وسام ابو علي اللي انت عايز تبيعه، لا يا معلم كنت ما بيعوش واستغله واخليه يكمل. لا بعت عشان مبادئ النادي الاهلي. حبيبي يا مبادئ، حبيبي يا نجم، هي دي المبادئ اللي احنا شايفينها دلوقتي. انت تشوف الجول التاني عامل ازاي؟ تيب طخ بتاع فيستون مايلي. المفروض يعني ياسين مرعي لو سريع شويه يعني فاهم كان هيلحق. انا حسيت ان ياسين مرعي كان هيلحق، بس ما شاء الله المهاجم قناص. فيستون مايلي جابها كده، عمل لها تشيب كده الاستاذ مصطفى شوبير. الجول الاولاني في سن علوئيه من اللعيبه كلها. يا جماعه انتوا مش حاسين بده؟ مش حاسين بالنجوم اللي موجوده؟ مش حاسين النجمه اللي تحت دي حتى فاهم اللي هي مكتوب عليها 12 افريقيا؟ تخيل كده النادي الاهلي مش هيلعب السنه الجايه في افريقيا. يا دين امي على اللي احنا فيه. يعني الاهلي 2024 الاهلي كان واخد بطل افريقيا، و25 خسر قبل النهائي، والسنه دي خسر. ايه ده؟ السنه الجايه مش هيلعب؟ هو هيلعب كونفدراليه على راي يعني فاهم الناس يقول لك هتلعب البطن الكيني، الفليب الموزمبيقي، اللب السوري. ايه يا نجم؟ ليه وصلت لكده؟ ليه العجرفه وشغل يا جدعان الكره الاهلي اصلا عامه من زمان هو للفقراء مش للاغنياء.
للعيبه الفقراء اللي بتحاول تقول لك ايه ده، انا لابس التيشيرت ده وحاسس بيه، خلاص انت فقدت الهويه. فقدت الهويه من بدري، من بدايه الموسم. هي كانت بتفتقد كده من فتره لفتره، بس انت دلوقتي فقدتها خالص. حاجه تحزن تشوف اللعيبه مش قادره تلعب رغم ان هي مريحه 15 يوم ولا 10 يا عم اسبوع، واخدين اجازات، وده اللي يخرج وده اللي يعمل وبتاع. وامام غور في داهيه يا اسطى، غور في داهيه، مش عايز تلعب غور في داهيه، خد شنطتك وغور. بتتأمر على ايه؟ بروح امك. روح امي انا كمان يعني عادي، ايه المشكله؟ تتأمر على ايه يا اسطى؟ تتأمر على ايه عشان تلعب بالاداء ده؟ وانت يا كابتن زيزو ايه تفكيرك في الاساسيات؟ مفيش. بن شرقي يعني فاهم، ما اقدرش اقول اي حاجه. استاذ عبد الحليم كاري في الدنيا كلها، ده ممكن اصلا فاهمني يحط لك اغنيه وهو واللعيبه والاهلي مخنوق. اللعيبه تستحقش اللي هي فيه، اللعيبه وربنا يعني، حتى يعني فاهم اعمل عشان شغلك، راعي في اكل عيشك، مفيش. البيانات اللي الاهلي عمال يطلع، بيانات ايه يا عم انت؟ وفعلا والله في واحد زملكاوي جه قال لك الاهلي ما عندوش عنده ورق كتير فبيحاول يطلع بيانات يخلص من الورق. هو فعلا عنده حق، قالش حمضانه بس في محلها. نفسيتي تعبت والله يا اسطى. هتقول لي انت، انا شايف ان انت بتحاول تطلع في وقت الانتقاد وكده. والله يا اسطى انا فقدت الامل في النادي الاهلي في الموسم ده، وهم ما يستحقوش اي كلمه كويسه، وما اعتقدش مش انا لوحدي. اتمنى اللعيبه والله مش هتحس. اتمنى ايه؟ غروف داهيه. ربنا ياخدكم بقى كده ويتريحونا بقى مش ياخدهم يعني لا يعني يمشوا من النادي، يمشوا من النادي ويعرفوا قيمتهم الحقيقيه اللي هم مش موجودين اصلا. قيمتهم الحقيقيه مش موجوده، بس للاسف الاداره بتاعتنا هي اللي عملت كده، وتدلع اللعيبه وتبقى منضم اللاعب وكده. بس خلاص احنا كنا بنعمل للكيان، لكن دلوقتي مفيش. هو يظل ده موجود، واتمنى اللعيبه ما تبقاش موجوده. سلام.